السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاشتراك في قناة يوتيوب رافضي ولعن عمر بن الخطاب، وفعل جرس الإشعارات ولعن عائشة بنت أبي بكر. عبد القادر، السلام عليكم. عبد القادر تفضل. عبد القادر السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل أخي. من معي؟ معك عبد القادر من سوريا ولكن مقيم بتركيا الآن. أهلا وسهلا. تفضل أخوي. أنا من متابعي قناة فداك منذ تقريبا 4 أشهر 5 أشهر. حياك الله. أهلا وسهلا. وأنا منذ صغري يعني من وقت ما كان عمري تقريبا 15 سنة. نعم. أنا درست بما يسمى البكريين ومساجد البكريين منذ الصغر. نعم. وكان يعني أقسم بالله العظيم يعني كنا نأخذ أحاديث من أبو هريرة وأبو بكر وأبو مبعثنين. كان يوقف على ذهني كثير شغلات، إنه الرسول عليه الصلاة والسلام كان في عنده أهل بيت يعني، واللي سيدنا علي نعرف قصصه كلياتنا، وكان يعطونا شيء عن الهامش من قصص سيدنا علي عليه السلام. كنت أوقف كثير على قصة إنه ليش يعني نحن أهل السنة مثل ما بيقولوا، ليش نحن يعني بناخذ أحاديثنا كلها من أبو بكر ومن عمر وعن أبو هريرة، يعني كانت أكثر أحاديثي عن أبو هريرة. طيب نحن ليش ما بناخذ أحاديثنا من الإمام علي مثلا ابن عم الرسول سلام الله عليه. سلام الله عليه. هاي كانت وحدة من الشغلات يعني اللي وقفتني. رجعنا كمان تقدم فيني العمر أكثر شوي، صرت أوعى شوي، تعرفت على شخص شيعي يعني، فلذلك صرت أنشد أنا لهذا الموضوع. عرفتوا علي؟ نعم. نعم. أيوه. بعدين صرت أتابع أنا الموضوع، أقسم بالله العظيم يعني فترة طويلة كتير، يعني أكثر من 6 7 سنين وأنا عم بحاول أبحث بالمجال الشيعي، أعرف إيش هو المذهب الشيعي أكثر. والله العظيم أكثر من 7 سنين ما عرفت غير قصة الإمام الحسين عليه السلام وقصة استشهاده. تابعنا كنت تبحث وين لو سمحت أخي عبد القادر؟ بالكتب؟ شلون؟ بالإنترنت، بالكتب، بالقنوات الفضائية؟ لا احنا كنا بحلب قبل الأزمة السورية، كنت أتردد على الحسينية. نعم. عندنا مسجد جامع النقطة الشريفة. أي نعم. بالحسينية بالإذاعة. السوريين والحلبيين بالتحديد بيعرفوا المنطقة. نعم نعم. كنت اروح لهنيك، في كان شيخ هنيك، قلت له انا هيك وضعي وحابب انه اتشيع كذا، ما اعطاني اي شيء، اعطاني بس كتاب كيف تعليم الوضوء، عرفت علي كيف؟ وقال لي توكل على الله. سالناه كثير شغلات ما كان يرد ولا كان يحكوا ابدا عن المواضيع هاي. حتى دارت فينا الايام، جيت لهون حتى على الانترنت شفت سماحة الشيخ ياسر الحبيب، الله يبارك فيه يا رب. والله العظيم يعني بقول هي من حرقة قلب. حرام يعني نحن نسمع قصة أهل البيت. أنا والله العظيم يعني أنا عمري هلا بال26 سنة، يعني لهالعمر هذا حتى عرفت إنه السيدة فاطمة الزهراء هيك صار في، الإمام علي هيك صار في، الإمام الحسن. أنا الإمام الحسن ما كنت بعرفه طاول، عرفت علي كيف؟ نعم نعم. كنت بعرف مثلا، كنت بعرف أنا الإمام علي، ومن صغري كنت اسمع هيك يعني، بس اسمع اسم علي سبحان الله ما اعرف شو يصير فيني، احس انه لازم اعرف هاي الشخصيه، اقسم بالله العظيم، وان شاء الله لا يصبح علي الصباح اذا كنت عم بكذب بحرف. من وقت ما كنت اسمع اسم علي اقول هاي الشخصيه لازم اعرفها شو هي، لازم انا اعرف مين هذا العلي. حتى عرفت انه هو الامام علي عليه السلام، وعرفت مين هن الائمه. وانا كنت احاول اتصل فيكم يعني بقناه فدك، بس ولكن ما كان يعلق الخط. حتى عرفت انه في رقم واتس، وسبحان الله الله صار الفرصه لاعرف. الحمد لله. سؤالي انا بس للمتصلين، انا كنت اتابعكم من 4 اشهر ولهلا اتابعكم على ايش اسمه، على اليوتيوب. الحمد لله خلصت محاضرات كيف زيف الاسلام، وخلصت تقريبا محاضرات اسمها هي أكذوبة عدالة الإنسان الشيعي.
تحرير الإنسان الشيعي، تحرير الإنسان الشيعي، تحرير الإنسان الشيعي. ومحاضرة كمان شو كان اسمها، أكذوبة الصحابة ولا تغتروا بمن يسمون الصحابة. يعني والله العظيم أنا بس شوية إنصاف، اقسم بالله العظيم شوية إنصاف وشوية إنه التجرد. يا أخي تجرد أنت من سنيتك ومن شيعيتك، تجرد. هي كتاب الله وهي الأحاديث قدامك وأنت في راسك عقل. يعني رب العالمين أعطانا عقل مشان إيش؟ مو بس مشان نعمل ونشتغل ومشان والله إنه بس نتابع حياتنا الشخصية ويلا هذا قال لي هيك بشتغل وهذا قال لي هيك بشتغل. أقسم بالله العظيم يا أخي عبد الله والله العظيم يعني أنا كنت من الأشخاص يمكن أول ما فتحتوا القناة أنتوا يمكن على الدش هيك قلبت مرة ومشيت. أقسم بالله العظيم يا أخي عبد الله وإن شاء الله قلت لك أنا عندي بنت عمرها 4 أشهر والله العظيم إن شاء الله بعد ما إذا كنت عم بكذب عليكم بكلمة. الحمد لله ثبتكم الله أخي، ثبتكم الله إن شاء الله. أنا يعني أنا قلت لك عمري 26 سنة، أكثر من 4-5 مرات حاولت إنه أتوب لرب العالمين وسبحان الله كان الشيطان يغلبني. بس طبعا أتوب لرب العالمين إنه على الطريقة البكرية والطريقة إيش اسمه اللي علمونا إياها. أقسم بالله العظيم بعد ما سمعت هيك دروس عن الشيخ ونويت إنه أتوب لربي. الحمد لله هلا أنا يعني باللي بعرفه ملتزم والله العظيم. يعني هلا اللي كنت بعرفه من شوي يعني كنت بعرفه من زمان صرت هلا اعرف اكثر وعلى الحق اكثر اذا الله رد. بس بطلب انا من الاخوه اللي هن اسمهم اللي مسمين حالهم اهل السنه واللي انا كنت منهم يعني كلياتنا كنا بضلال وضياع، ينصف عقلهم ولا ياخذوا هذا الاحاديث او مثلا يسمعوا هذا الكلام او يسمعوا الشتم او يسمعوا الكذا، لا تغيرون الحميه. انت اليوم لما بتدخل بصحيح البخاري وبتدخل بهالكتب هي وبتسمع انه الرسول عليه الصلاه والسلام انه كان والله ينام جنوب هو مع مرته. انا اللي شدتني شغله كمان انه بسنن ابو داوود هذا خلي الشباب العالم هي كلها تعرف. بسنن ابو داوود يدخل في حديث رقم تقريبا 1096 مدري 1000 مدري 196 بيحكي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنب. هذا الحديث مروي عن عائشة. بالحديث اللي قبله تماما في حديث عن سيدنا علي بن أبي طالب صلوات الله عليه بيروي نفس القصة ولكن بأنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لا يدخل الملائكة بيت فيه صورة أو فيه كلب أو شخص جنب، أنه يكون جنب. طيب نحن اليوم نحن براسنا عقل. كيف هذا الحديث مروي عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينام جنوب حاشا من هالكذبة هاي، وكيف أنه الإمام علي بالحديث اللي قبله مباشرة عم بيقول أنه الملائكة ما بتدخل على بيت فيه جنب أو فيه كلب أو فيه صورة. يعني هذا أقرب مثال يعني وما بعرف شو بدي احكي والله العظيم ما بعرف شو بدي احكي. الحمد لله يعني سعيدين جدا بالاتصال مالك ومداخلتك اخي عبد القادر، وهنيئا لكم ركوبكم سفينة النجاة وثبتكم الله بالقول الثابت ان شاء الله. الله يبارك فيكم والله والشكر كل الشكر لكم. بس ولكن انا ما بتابع قناتكم على شو اسمه على البث المباشر لانه يعني وقت كثير محدود. بتابع على اليوتيوب. عرفت علي كيف؟ والله العظيم هي ايش كان اسمها كيف يزيف الاسلام. يعني هي 83 حلقه تقريبا اكلت معي جمعتين بس عم بتسمع عليها. يعني كل ما اتسمع عليها ادخل واعمق اكثر سبحان الله. بس ولكن اذا فيني تحددوا لي مثلا موقع مو موقع ايش اسمه امتى راح يطلع الشيخ ياسر الحبيب لاتواصل معه اعلن الشهادتين ان شاء الله واترك كل شيء ان شاء الله يا اخي. ثبتك الحمد لله. خليك تواصل معنا الاخوان ياخذون رقمكم ان شاء الله، وجزاك الله خير على هذا الاتصال ان شاء الله. وقبل ما انهي المكالمه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان عليا ولي الله واشهد ان الحسن والحسين حجة الله في الارض. لعن الله اعداء ال بيت محمد، لعنة الله على ابو بكر وعمر وعثمان، ولعن الله عائشه وحفصه وكل اعداء ال بيت محمد اجمعين. والله هيك على قد ما كنت انا اترد عليهم الله يلعنهم ويزيد عذابهم. الحمد لله. الله يثبتك ان شاء الله. ماجورين اخونا عبد القادر، الله يوفقكم ان شاء الله. جزاك الله خير. الله يسلمك يا رب. والله ماجورين.